إذا على المباشر دائما من هنا من ولاية وهران الإخبارية الجزائرية الثالثة تواكب دائما الحدث السينمائي. العديد من العروض وأسماء ثقيلة حجت لهذا المهرجان لتقديم هذه الأعمال للجمهور الجزائري وفي نفس الوقت للجمهور على مستوى العالم، ما دام أن فعاليات هذا المهرجان تنقل على المباشر عبر القنوات التلفزيونية وكذلك الفضاءات الاجتماعية. على كل هي التفاتة يعني أحبها العديد من الجماهير والكثير من الحضور من ضيوف المهرجان للسينما الفلسطينية وتعاطف كثيرا معها. السينما الفلسطينية والسينما العراقية حاضرين من خلال فعاليات هذا المهرجان، وأسعد من خلال هذا النقل المباشر أن أرحب مباشرة بالمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي. نسعد كثيرا بحضوركم معنا. هي التفاتة للسينما الفلسطينية، فلسطين حاضرة في القلب وحاضرة في هذا المهرجان. أشكرك يا عزيزي، أنا كثير سعيد بوجودي في مهرجان وهران. فلسطين حاضرة وبقوة، يعني احنا حنعرض خلال المهرجان مبادرة أفلام غزة من المسافة صفر اللي مكونة من 22 فيلم قصير عملوه مخرجين موجودين حاليا في غزة، موجودين تحت الحرب. هي حكايات لم تحكى، هي أشياء شخصية. هاي الأفلام اللي هتمثل فلسطين بالأوسكار اللي عم تعرض الآن في كل العالم. أنا سعيد جدا بوجود هذا المهرجان وهران للأشقاء الجزائريين المحبين إنهم يقدروا يجوا ويشوفوا الأفلام ونتشارك مع بعض حكاياتنا في الحياة وحكاياتنا السينمائية. واليوم سيكون هناك عرض فيلم الليد هنا بولاية وهران وفعالية هذا المهرجان. كلمة عن هذا العمل الذي أخذ العديد من الجوائز على المستوى العربي وكذلك على المستوى العالمي. يعني احنا تعودنا دائما، مش فقط عشان بيصير في حرب حاليا بفلسطين او في غزه، تعودنا دائما على هاي العلاقه مع الجزائر، وتعودنا كمان في مهرجان وهران الحضور الفلسطيني. تعرف انه احنا المشاكل عندنا ما بدات فقط يوم 7 اكتوبر او لما صارت هاي الحرب. هناك افلام مثل فيلم الليل مهمه جدا، هي اساسا بتوضح ليش هاي الحرب وليش اللي عم بيصير مهم جدا، لانه السينما هي بتحمل الذاكره، بتحمل التاريخ، وبتضيف امل وبتضيف حب وبتضيف حياه. احنا بنشتغل لبكره، وفيلم ليد عم بترجم لجزء من فلسطين اللي هم مقيمين داخل حدود ما يسمى بالدوله الاسرائيليه اللي فلسطين المحتله عام 1948. عشان هيك مهم مشاهده هاي الافلام، مش عشان تعرف شو اللي عم بيصير حاليا، ليش اللي عم بيصير حاليا عم بيصير. نعم، إذا شكرا جزيلا لكم. إذا أذكر رشيد مشهراوي مخرج سينمائي فلسطيني كان حاضرا معنا من خلال هذا النقل المزدوج، كما يحضر كذلك معنا من العراق السيد قيس قاسم ناقد سينمائي. العراق حاضرة من خلال فعاليات هذا المهرجان كذلك العديد من الأعمال، وأنتم تشرفون كذلك وتشاركون في إطار فعاليات هذا المهرجان. عن هذه الالتفاتة المهرجان الدولي للفيلم العربي بوهران للسينما العراقية. في إشارة يعني أولية أنه مهرجان وهران كان مهتم بالسينما العراقية اهتمام لافت منذ السنوات أو الدورات السابقة، فهذه ليست المبادرة الأولى، وإنما تمتاز هذه الدورة هذا العام بأنها خصصت يعني احتفال بالسينما العراقية، وجمعت أو اختارت مجموعة من الأفلام المهمة اللي أنتجت في السنوات الأخيرة في العراق. هذه الأفلام تعبر أو تعكس حالة الوضع الدراماتيكي اللي يعيشه البلد من تحولات ومشاكل وتأزمات وحساسيات مجتمعية أخذت مجالها والتعبير عنها بصريا في أفلام روائية ووثائقية وأفلام قصيرة. إضافة إلى ذلك هناك ندوات أو ندوة عن السينما العراقية يشارك فيها يعني معنيون بالسينما العراقية اللي هي طبعا تعتبر الآن واحدة من أنشط السينمات في الوطن العربي. نعم، كمهتم بشؤون